تخيلوا معايا كده الساعة 2-3 لسه مخلصين غدا بقالنا نص ساعة، ولكن جايين نرجع نكمل شغلنا او نكمل الحاجات اللي ورانا، لقينا ان عينينا بتقفل لوحدها. دماغي تقيلة اوي، مش قادر افكر ومش عارف اخلص اللي ورايا، وبدور على قهوة. يمكن القهوة دي لو شربتها دلوقتي هي اللي تفوقني وتخليني اخلص كل الحاجات اللي عندي. لو انت حسيت بالاحساس ده قبل كده، ففي الكورس ده الهدف منه هو ان احنا نحل المشكلة دي تماما. ناس كتير بتبقى فاكرة ان المشكلة دي هي مشكلة ديسيبلين او مشكلة انضباط بينه وبين نفسه، ولكن في الحقيقة هي مشكلة نوع الأكل اللي احنا بناكله وتنظيم الأكل اللي احنا بناكله. وده مش كورس في الدايت، يعني احنا مش هنقعد نقول برضو ان انت ما تاكلش ده وما تاكلش ده وما تاكلش ده، او ان احنا نقعد نعد سعرات، ولكن هنفهم ازاي الأكل بيأثر على تفكيرنا وتركيزنا والمود بتاعنا، وازاي نحسن ده، وازاي نستعمل الأكل علشان نشحن طاقتنا ونفضل مركزين طول اليوم، وبالتالي تقدر تخلص شغلك أحسن، تقدر تخلص مذاكرتك أحسن. كل ده بيحصل من الأكل، كل ده بيحصل من الأكل. أنا دكتور كيرلس جمال، والفيديو ده هو يعتبر كورس مجاني بشكل كامل على اليوتيوب علشان نتعلم ازاي فعلا نستعمل الأكل لصالحنا. ما بقاش الأكل اللي احنا بناكله بيضرنا، سواء بيضرنا دلوقتي ان احنا بيأثر على تركيزنا وبيأثر على المود بتاعنا وبيأثر على طاقتنا، او بيضرنا على المدى البعيد ان هو يسبب لنا امراض، ربنا يديكم الصحة. فاحنا عاوزين نتعلم اساسيات ليه وازاي. ليه بندخل في الكراش ده وبنحس بالخمول والتعب مع اننا لسه واكلين، وازاي نبتدي نوضب ونظبط اكلنا ونظبط وجباتنا علشان نحافظ على طاقتنا. وكل كلام هنقوله هيبقى مبني based on العلم الصح، مش هنخش في اي تفاصيل او جدالات وجودية، مش هنتكلم عن اي انواع من الدايت معينة منتشرة ولا ترندات ولا الكلام ده كله. احنا هنتكلم based on بناء على العلم. اول حاجة عاوزين نتكلم عنها هي الواي. عاوزين نفهم ليه بندخل في خمول بعد الاكل، او why we crash after eating. ليه بندخل في كراش بعد الاكل؟ تعالوا نبسط الكلام خالص. احنا الاكل اللي احنا بناكله بيحتوي تقريبا على 4 حاجات اساسيين: كربوهيدرات اللي هي السكريات، الدهون، البروتينات، والالياف. الالياف فعليا نوع من انواع الكربوهيدرات بس ليها شويه خصائص كده لوحدها، فهنفصلها لوحدها، فيبقى عندنا 4 حاجات في الاكل. تعالوا نمسك اول واحد اللي هي السكريات، الكربوهيدرات. الكربوهيدرات السكريات دي لما بناكلها بكميات كبيره مره واحده، ايه اللي بيحصل؟ بترفع سكر الدم مره واحده. فالسكر لما بيعلى مرة واحدة كده بيعمل حاجة بنسميها سبايك، كأنها شوكة، بيعلى مرة واحدة. طب الجسم هيسكت؟ لا، ربنا خلق لنا ميكانيزمات بحيث ان هي تحافظ دايما على الليفل، على المستويات بتاعت كل حاجة في جسمنا بشكل almost ثابت، يعني تقريبا ثابت او حوالين اللي هو المعدل الطبيعي. فسكر الدم لما يعلى قوي مرة واحدة كده، الجسم مش هيسكت، فيبتدي يرد بان هو يطلع انسولين كتير قوي. الانسولين هو الهرمون المسؤول ان هو يقلل تاني السكر بتاع الدم. طب حلو، فين المشكلة؟ المشكلة ان احنا لما بناكل سكر كتير مرة واحدة، كارب لما بيمتص مرة واحدة ويعمل السبايك دي، الجسم بيوفر شوت. يعني بيوفر شوت يعني بيطلع كميات انسولين اكتر من اللازم. فلما يطلع انسولين اكتر من اللازم، طلع كميات كبيرة من الانسولين، هتقلل السكر ده قوي، هتقلله اقل كمان من المستوى الطبيعي بتاعه. فبص ايه اللي حصل؟ ده البيز لاين او ده المعدل الطبيعي. احنا المفروض دلوقتي جعانين شويه، فيعني هو في اللو نورمال، في المعدل الطبيعي، بس اقل حاجه في المعدل الطبيعي. اكلنا سكريات اللي هي مش كويسه، هنفهم انواعها كمان شويه. فبدا السكر يعلى قوي مره واحده، فالانسولين طلع وراه مره واحده. فلما الانسولين طلع وراه مره واحده، السكر اللي عالي قوي ده قل قوي مره واحده، قل لدرجه ان هو بقى اقل من الطبيعي. فده اللي سميناه كراش. اي سبايك دايما هتلاقي بيجي بعدها كراش. دي اي سبايك، اي شوكه، اي زياده مره واحده للسكر كده، دايما هيجي بعدها الكراش. الكراش ده ان احنا بنبتدي نحس بان انا تعبان، همدان، دماغي تقيله، عيني بتقفل، مش قادر اشتغل. ليه؟ لان السكر ده هو البنزين بتاع الجسم. السكر ده لو مستوياته قليله، مفيش بنزين، مش هعرف اشتغل. فالسكر لازم يبقى في النورمال رينج. النورمال رينج المدى الطبيعي. لما بيقل كده تحت النورمال رينج بسبب السبايك اللي حصلت والانسولين طلع بزياده فقل تحت الطبيعي، فكأن البنزين بتاعنا قليل، فاحنا شغالين على الباور سيفنج مود، شغالين على نمط توفير الطاقه. جسمنا بيحاول يقلل من الطاقه اللي بيستهلكها علشان هو شايف ان البنزين اللي عندنا قليل، فعاوزين نفضل عايشين بيه لاطول فتره. وده برضو اللي خلانا نسمي القصه دي بلاد شوجر رولر كوستر. رولر كوستر اللي هو قطر الموت، بلاد شوجر اللي هو سكر الدم، كان قطر الموت بتاع سكر الدم لان هو طالع ونازل طالع ونازل كده، فسميناها بلاد شوجر رولر كوستر. واتفقنا ان اي سبايك بيحصل بعدها كراش.
اذا الهدف بتاعنا هو ان احنا نمنع حدوث السبايك علشان نمنع حدوث الكراش. يعني عاوزين مستويات السكر اللي في الدم ما تعلاش قوي مره واحده كده، عايزينها لما ناكل تعلى بالتدريج، فالانسولين ياخد وقته علشان يطلع بالتدريج، ما يطلعش بكميات كبيره قوي مره واحده. فلما الانسولين يطلع بالتدريج يقلل السكر ده تاني بالتدريج ويرجعه لمستواه الطبيعي، فنلاقي ان الكيرف بتاعنا بقى فلات. يبقى الهدف بتاعنا احنا دلوقتي فهمناه ان احنا مش عاوزين السبايك دي، احنا عاوزين الكيرف بتاعنا يبقى فلاتند، نبطط الكيرف ده بحيث ان ما يطلعش السكر اول مره واحده في الدم، يطلع وش يواش. تاني سبب من الاسباب اللي بتخلينا ممكن نحس بالتقل كده او ان احنا خملانين شويه بعد الاكل، هو ان فعليا جسمنا ذكي. لما بيلاقي ان الجهاز الهضمي فيه حاجات كتير قوي اكلناها مره واحده، فهو محتاج بقى يمتص كل الحاجات دي ومحتاج يعمل مجهود عشان يهضم الحاجات دي، فبيبتدي الجسم يوجه كميات كبيره شويه من الدم للجهاز الهضمي، بيبتدي الدم يتحرك اكتر ناحيه الجهاز الهضمي، وبالتالي ده بيقلل من الدم اللي واصل للمخ فعليا. فعلشان كده بنسمع كلمه اللي هو الدم اتسحب من مخك. ليه الدم اتسحب من مخك؟ لان هو فعلا في مشكله دلوقتي في الجهاز الهضمي وبيحاول يهضم الكارثه اللي احنا اديناها له، فهو محتاج مجهود كبير، فدم كتير بيروح له، فالدم اللي واصل للمخ نسبيا بقل شويه، فده بيأثر على تركيزنا شويه. فهمنا للنقطتين دول هيفرق معانا جدا. ده اللي بيخلينا ممكن نجرب دايت و2 و3 ونفشل فيه. ليه؟ لان احنا مش عارفين اصلا ومش فاهمين اصلا الميكانيزم او الآلية، الطريقة اللي جسمنا شغال بيها. ولكن احنا نفهم في الاول الميكانيزم ده هيساعدني في اختياري للاكل اللي انا هاكله، ويساعدني ان انا ابقى فاهم انا ليه دخلت في الكراش ده، ازاي احمي نفسي من الكراش ده. يعني هيفرق معانا جدا 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 في الحاجات اللي هنتكلم عنها كمان في خلال الكورس بتاعنا. طب يا ترى ايه انواع الاكل اللي تخليني ما ادخلش في السبايك وبعد كده الكراش دي، يعني ما تدخلنيش من الاخر في البلاد شوجر رولر كوستر ده؟ وعلشان كده تاني حاجة هنتكلم عنها هي ازاي الاكل بيدينا طاقة وبيأثر على تركيزنا. علشان نفهم الجزئية دي ونعرف ازاي الاكل فعلا بيأثر على طاقتنا وتركيزنا، محتاجين نفهم مكونات الاكل. احنا اتكلمنا كده سريعا وقلنا ان الاكل بيحتوي على 4 حاجات: الكربوهيدرات اللي هي السكريات، وفي حاجة مشتقة كده من السكريات اسمها الياف اللي هي الفايبرز، الالياف دي نوع يعتبر من الكربوهيدرات. بعد كده البروتينز، بعد كده الدهون. فممكن نقول ان هم 4 حاجات وممكن نختصرهم فعليا ان هم 3 حاجات: كربوهيدرات، بروتين، دهون. ومن الكربوهيدرات ده في نوع مميز زي ما قلنا اسمه الياف. طيب الحاجات دي بقى بتأثر على اكلنا ازاي؟ تعالوا نشبهها في الاول. البنزين بتاع الجسم اللي بيشغل الجسم هو الكربوهيدرات، دي البنزين بتاعنا. طب ومن بقى الحاجات دي بتعمل ايه؟ البروتين هو بنستعمله في حاجتين: حاجة بنسميها structural protein و regulatory protein. structural يعني تركيبي أو بيدخل في تركيب الجسم، ده اللي بيبتدي يبني العضلات والأنسجة وحتى الشعر بتاعنا، كل حاجة يعتبر مبنية ببروتين، ده الطوب اللي بنبني بيه. النوع التاني من البروتين اللي اسمه regulatory اللي هو تنظيمي، ده وظيفته ايه؟ ان هو بيعمل حاجة اسمها انزيمات، دي اللي بتساعد على ان التفاعلات الكيميائية في الجسم تحصل. يعني البروتين هو الطوب اللي بيبني، سواء هيبني حاجة، هيبني structure، هيبني عضلة، هيبني نسيج، هيبني مثلا حتة عظمة، او هيبني انزيم يساعدني في ان انا اعرف اعمل التفاعلات الكيميائية جوه الجسم. طب تالت حاجة اللي هي الدهون، بتعمل ايه؟ الدهون دي تعتبر مخزن للطاقة. يعني مخزن للطاقة، يعني لو هنشبهها ان البنزين السريع اللي بنحرقه دلوقتي هو الكربوهيدرات، فمخازن الاستراتيجية اللي بنخزن فيها الطاقة هي الدهون. او بتشبيه تاني، لو هنتعامل كفلوس، الكاش ورقة 100 جنيه مثلا دي تعتبر اللي انا بتعامل بيها دايركت كده بشكل مباشر هي الكربوهيدرات، السكريات. طيب لو مخزون استراتيجي، لو عاوز احوش فلوس بقى، مش دايما بحوشها في كاش، ايه احسن طريقة؟ بحوشها في ذهب. الذهب هو الدهون، الدهون هي دي تخزين الطاقة في الجسم. انا مخزن فلوسي في قيمة عالية قوي اللي هي الذهب، بحيث ان هي مكانها صغير ولكن مليانة فلوس. الجرام شوف وصل كام دلوقتي. المهم، فاللي بخزن فيه الطاقة هو الدهون، اللي بستعمل بيه بشكل مباشر البنزين بتاعنا هو الكربوهيدرات، السكريات، اللي ببني بيه هو البروتين. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على تأثير بقى الحاجات دي على تركيزي وعلى نشاطي وعلى طاقتي. يا ترى بيأثروا على ازاي؟ تعال نمسك اول حاجة اللي هي الكربوهيدرات، اللي هي اتفقنا ان هي البنزين بتاعنا. هل كل انواع البنزين زي بعض؟ في الحقيقة لا. البنزين نفسه حتى احنا عارفين ان في منه انواع. نفس الفكرة السكريات في منها انواع. في حاجة اسمها كربوهيدرات سريع وفي حاجة اسمها كربوهيدرات بطيء. ايه الفرق ما بينهم؟ من اسمهم سريع وبطيء علشان الامتصاص نفسه بتاعهم
سريع او بطيء. طب دي هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا ان انا لو اكلت كمية، ولنفترض مثلا 10 جرام من السكر، معلقة سكر مثلا، معلقة السكر دي هي من السكر السريع، فال10 جرام دول هيمتصوا بسرعة جدا، فيدخلوا الدم بسرعة جدا، فالجسم يطلع انسولين كتير جدا، فيحصل كراش بعدها. يعني عايز تقول يا دكتور ان السبايك كان كراش كانت بتحصل بسبب السكريات السريعة، الكربوهيدرات السريع، لان هو بيمتص بسرعة قوي فبيعمل السبايك، بعدها بندخل في الكراش، بيعمل ارتفاع حاد وبعدها بيحصل الهبوط ده. على الناحية التانية السكريات البطيئة، الكربوهيدرات البطيء، بيمتص واش واحدة واحدة، وبالتالي سكر الدم مش بيعلى قوي، بالعكس بيعلى بالتدريج، فده بيدي فرصة للإنسولين إن هو يعرف يقرأ كويس مستويات السكر ويطلع بالكميات المناسبة، فما يطلعش إنسولين كتير قوي. إذن السكريات اللي هي تعتبر البطيئة دي أحسن من حيث تأثيرها على مستوى سكر الدم، واللي بيترتب عليه كمان تركيزنا وطاقتنا. فعلشان كده برضو لو عاوزين نشبهها، فالسكريات السريعة هي زي ما يكون جبنا ورقة وولعنا فيها، بتتحرق كلها مرة واحدة، بعد كده تهدى كلها مرة واحدة، خلاص خلصت، فبتتحرق بسرعة وتخلص بسرعة. ولكن السكريات البطيئة كأننا جبنا جذع خشب وولعنا، فبياخد شوية وقت على ما يبتدي يولع، وبيفضل مولع لفترة طويلة. صحيح ممكن الاتنين في الآخر هيدوني نفس كمية الطاقة، ولكن تأثيرهم عليا مختلف تماما. طيب سكريات سريعة زي ايه؟ عندنا حاجات زي العيش الأبيض، زي السكر، زي العصائر، زي الرز. سكريات بطيئة زي الشوفان، زي الحبوب الكاملة، زي البقوليات، زي الخضروات. الحاجات دي كلها هي سكر، هي كربوهيدرات، ولكن امتصاصها بياخد شوية وقت، فمش بتعلي مستويات السكر مرة واحدة. ده كده أول حاجة اللي هي الكربوهيدرات. تاني حاجة هي البروتين. البروتين لو بصينا عليها هنلاقي ان هو بيدينا احساس بالشبع لفترات طويلة، علشان كده حلو قوي ان احنا نبدأ بيه كمان في الفطار بتاعنا، ان الفطار بتاعنا يكون فيه بروتين كافي. ده هيديني احساس بالشبع لفترة طويلة، ومش هيدخلني في ان انا بعد ما فطرت دخلت في الكراش، او ان انا تعبان ومش قادر ابدأ يومي. ان انا ابدأ ببروتين ده حاجة كويسة جدا. طب يا ترى ايه مصادر للبروتين؟ البيض، الفراخ، اللحمة، السمك، البقوليات، حتى كل الحاجات دي الليجيومز يعني فيها بروتين بنسب متفاوتة، ولكن بكميات محترمة جدا طبعا. بعد كده تالت حاجة هي الألياف، اللي اتفقنا ان هي تعتبر نوع من انواع الكربوهيدرات، صح، نوع من انواع السكريات، ولكن تركيبها مميز شوية، وفعليا جسم الانسان مش بيعرف يهضم الألياف دي. يعني ايه مش بيعرف يهضمها؟ امال بناكلها ليه؟ بناكلها علشان هي ليها فوائد، حتى لو هي مش بتتهضم بشكل مباشر. مفيش عندنا في الجهاز الهضمي بتاعنا انزيم يكسر الألياف، فبتعمل ايه؟ بتملى حيز في البطن بتاعتنا، بس مش هتتكسر ومش هتمتص، ولكن هيبتدي يأتاتش فيها كده، يمسك فيها شوية سكريات، فبتهدي من امتصاص السكريات. تاني حاجة بتدينا إحساس بالشبع، لأن هي بتملى حيز. ده كمان يعني بيقينا بيمنعنا من أمراض زي مثلا الإمساك المزمن وغيره، لأن هي في ميكانيزم كده إن الأمعاء بتاعتنا لما تتمدد ده بيساعدها على الانقباض، ريفلكس أكشن. هنتكلم عن الكلام ده أكتر بالتفصيل، وندخل في ديتيلز أكتر زي كده، ونفهم تعمق أكبر شوية في الكورس الشامل بتاعنا. ولكن دلوقتي خلينا نقول ان احنا ناكل برتقانة كاملة بالالياف بتاعتها، ده هيديني احساس بالشبع ويظبط لي السكر بتاع الدم احسن بكتير من ان انا اشرب عصير برتقال. رابع حاجة هي الدهون الصحية. الدهون في منها انواع. الدهون الصحية اللي احنا بنتكلم عنها موجودة فين؟ في زيت الزيتون، في المكسرات، هنلاقيها برضو موجودة في الافوكاتو، موجودة في البيض. الحاجات دي انا هستفيد منها ايه فائدة الدهون الصحية دي؟ زي ما اتفقنا دي الذهب بتاعنا، ده مخازن الطاقة بتاعتنا اللي هنلجأ لها وهنحتاجها، وليها شوية برضو خصائص تانية كده هنتكلم عنها برضو اكتر بتفصيل في الكورس الشامل. بس احنا دلوقتي السكوب بتاعنا، او احنا بنفهم الاكل ازاي بيأثر على طاقتنا، تركيزنا. طيب كده يبقى الحل ان انا بطل اكل كارب، طالما الكربوهيدرات السكريات دي حاجة وحشة بتحلي سكر الدم وما بعرفش اركز منها. في الحقيقة لا، احنا لسه قايلين السكر هو البنزين. الحل مش ان انت تاكل سكر بس، بمعنى انت لو جبت طبق رز ابيض مسلوق حلو اهو، شكله هيلثي وصحي وزي الفل، في الحقيقة لا، هيرفع برضو السكر بتاعنا ويعمل السبايك دي. ليه؟ لان هو سكر سريع، كربوهيدرات سريع. صحيح انت معمول مسلوق فمفهوش مثلا زيوت او حاجة، ولكن ستيل هو لسه برضو يعتبر سكر سريع. يبقى الحل مش ان احنا نقول ان الاكل ده حلو قوي والاكل ده وحش قوي، الحل هو ان احنا نبتدي نكومباين،
نجمع الحاجات مع بعض. يعني ايه؟ يعني ما تاكلش كربوهيدرات بس. الحل ان الاكل بتاعنا، الوجبه بتاعتنا تكون بتحتوي على كل المكونات دي، تكون بتحتوي على كربوهيدرات، تكون بتحتوي على بروتين، تكون بتحتوي على دهون صحيه والياف. فلما تحتوي على الحاجات دي مع بعض، ارتفاع السكر بتاع الدم مش هيبقى سبايك وكراش، مش هيبقى ارتفاع حاد وهبوط حاد، هيبقى واشي واش، هيبقى كيرف فلات كده شويه. فانا استفاد بالاكل ان هو هيدينا طاقه، لان احنا خدنا سكريات، سكر الدم عالي شويه بعد ما انا كان بقالي فتره مثلا ما اكلتش، فالسكر 1000 بدات اجوع وابتدى مستوى تركيزي يقل شويه. لما بدات اكل تاني بدا السكر يعلى تاني، بدات انشط. فحولنا الاكل من ان هو بيدخلني في خمول ان هو خلاني نشيط، انا خدت طاقه. عملت كده ازاي؟ عن طريق ان انا بدات اديزاين، اصمم الوجبه بتاعتي يبقى شكلها عامل ازاي. وده اللي هنتكلم عنه في الشابتر اللي جاي، شابتر 3. هنتكلم عن ازاي ننظم الطبق بتاعنا، ازاي نرتب ونشكل الطبق بتاعنا بحيث ان هو يديني طاقة، مش ان هو يكون بيدخلني في خمول وكسل. تعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي ونخش في تشابتر 3 نعرف ازاي نجهز الطبق بتاعنا. التصميم بتاع الطبق مش من حيث الشكل، من حيث المكونات بيفرق معانا جدا جدا جدا. ودي يمكن من اهم الحاجات اللي هنقولها في الفيديو بتاعنا، من اهم الحاجات اللي هنتكلم عنها، لانها لو بدأتها هي تغيير بسيط ولكن هيفرق معاك جدا. طيب تعالوا كده نشوف الطبق بتاعنا المفروض نجهزه ونوضبه ونديزاين الطبق او الميل بتاعتنا ازاي. احنا اتفقنا الاكل بتاعنا بيحتوي على 4 مكونات اساسيه: الكربوهيدرات، واللي بيشتق منها نوع اسمه الياف، وبعد كده عندنا البروتين والدهون. طيب هل الوجبه بتاعتنا تكون متقسمه ربع ربع ربع، يعني ربع الوجبه كربوهيدرات، ربع الياف، ربع دهون، ربع بروتين؟ في الحقيقه لا. ليه لا؟ لان مش كل الحاجات دي ليها نفس الوظيفه، كل حاجة منهم ليها دور، وبالتالي احتياجي منهم بيكون مختلف، مش كلهم بنفس الكمية. طب هنحتاج منهم قد ايه؟ او طبقنا المفروض بيكون بيكون من ايه؟ لان الطبق بتاعنا المفروض يكون من تقريبا النص كده خضار والياف. خضار والياف ده يشمل بقى اللي هو الخضار اللي احنا بناكله، طبق الخضار سواء بسلة، فاصوليا، ايا كان نوع الخضار. ومهم جدا السلطة. الخضار والالياف هما دول يعتبروا الفرامل، الفرامل اللي هتمنع ان السكر بتاعنا يزيد قوي مره واحده. بعد كده ربع الطبق يكون بروتين، والبروتين يشمل البيض، الفراخ، السمك، اللحمه. ربع الطبق لان ده اللي بيدينا احساس بالشبع، وده اللي هيبتدي نستعمله علشان نبني جسمنا. ربع تاني هيكون الكربوهيدرات، بس مش اي نوع من الكربوهيدرات، الكربوهيدرات الذكي. والكربوهيدرات الذكي هتلاقينا ان احنا بنقصد بيه اللي هي الكربوهيدرات البطيئه. ليه البطيئه؟ لان دي مش بتعلي السكر قوي مره واحده. طب وده يشمل ايه؟ ده يشمل الشوفان، يشمل الحبه الكامله، يشمل السويت بوتيتو اللي هي البطاطا، بطاطا مش البطاطس، البطاطا. كمان لو الموضوع بيبقى صعب شويه فممكن ناكل رز بس مسلوق، واتفقنا ان ده يعتبر من السكريات السريعه، فلو هناكل منه ما نكترش لان ده طبيعه الاكل عندنا في مصر. فلو هناكل رز الابيض ما نكترش منه، ولان هو يعتبر من السكريات السريعه. لو هناكل عيش يبقى ناكل عيش من الحبه الكامله. الحبه الكامله يعني القمحيه نفسها مش مطحونه، فاصلين الدقيق عن الرده بتاعته. بعد كده جزء يكون دهون مفيده، احنا قلنا تقريبا نص وربع وربع، فتقريبا النص دي يعني فاضل حته كده، الحته دي كده هتكون اللي هي الدهون المفيده. الدهون المفيده دي زي ما اتفقنا تشمل زيت زيتون، تشمل مكسرات، تشمل افوكادو. الدهون المفيده دي هي تعتبر مخازن الطاقه بتاعتنا. فالطبق بتاعنا بيحتوي على ال4 حاجات دول. في بقى تريك كده صغيره لو خدت بالك منها كمان هتفرق قوي، ان وانت بتاكل ابدا بالترتيب ده. ابدا الاول بالخضروات والبروتين وسيب الكربوهيدرات للاخر. ليه؟ لان الترتيب ده هيخليك تحس بالشبع بدري شويه، وبالتالي مش هتاكل سكريات كتير قوي. كمان الترتيب ده مش هيرفع سكر الدم قوي مره واحده ويدخلك بعد كده في الكراش، مش هيعمل السبايك اند كراش، ارتفاع حاد ثم هبوط حاد. ده هيحصل لو اكلنا مثلا الرز في الاول، فده سكر كتير قوي دخل مره واحده ممكن يدخلنا في الكراش. فيبدا الاول بالالياف والخضروات، بعد كده بروتين، بعد كده الكربوهيدرات. دي تريك كده صغيره ولكن صدقوني جربوها هتفرق معاكم. طيب كده احنا عرفنا الطبق بتاعنا المفروض يبقى شكله عامل ازاي، نظمنا الوجبه بتاعتنا، عرفنا حتى واحنا ناكل بانهي ترتيب. تعالوا بقى نوظف الكلام ده، نفطر بايه، نتغدى بايه، وحتى قبل المذاكره وقبل الشغل اكل ايه حاجه خفيفه كده تديني طاقه وانا بشتغل او وانا بذاكر من غير ما ادخل في كراش. الفطار زي ما اتفقنا يفضل دايما ان احنا نبدا ببروتين، ما تفطرش مثلا بعيش ومربى، لا خلي فيه مصدر بروتين وبروتين كافي. والعيش حتى خليه عيش حبه كامله. فالفطار بتاعنا اللي هنطبق عليه كمان الكلام اللي احنا لسه قايلينه، ويبقى مصدر للبروتين يكون بيض، مصدر للكربوهيدرات الذكيه عيش حبه كامله، ومصدر للالياف اللي هي الطماطم مثلا.
فانت اكلت عيش وبيض وطماطم، ممكن نزود معاهم جبنه قريش عشان برضو يكون مصدر البروتين وبتخلي الاكل احلى كمان. او اوبشن تاني مثلا يكون شوفان، ومع الشوفان يكون زبادي، ومعاهم يكون فيه فاكهه. فانت كده عملت ايه؟ الشوفان مصدر الكربوهيدرات، الزبادي فيه بروتين، بعد كده الفاكهه فيها الياف. فهو كونسبت واحد بس بنطبقه بقى، ويكون معانا اختلافات او فرايتي كتيره نبدل ونعمل تراتيب وتوفيق براحتنا احنا، بس الكونسبت نفسه ثابت. احنا عندنا بروتين، الياف، وكربوهيدرات، وشويه دهون. فطبق الكلام ده على كل وجبه. يعني تعالوا طبق الكلام ده على الغدا مثلا، هنلاقي ان احنا ممكن نتغدى بايه؟ نتغدى برضو زي ما احنا لسه قايلين بطبق خضار وشويه سلطه، ومعاهم زي ما قلنا رز او عيش، بس لو رز ابيض يبقى ما تكترش قوي الرز الابيض ده علشان ده سكريات سريعه. عيش يبقى عيش حبه كامله، ومعاهم مصدر البروتين فراخ او لحمه او ايا كان. ده كده الغدا هيديلك طاقه من غير ما تتقل. طب قبل المذاكره لو عاوز سناك كده تديلك طاقه وانت بتذاكر، وفي نفس الوقت ما تبقاش قاعد بتذاكر وتلاقي نفسك ان انت بدات تنام، لا بتذاكر وانت مركز، يبقى احنا عايزين وجبه خفيفه وفي نفس الوقت تدينا انرجي. فنلاقي ان احنا ممكن ناكل زبادي مع المكسرات او بيضه مسلوقه مع الخضار، نفس الفكره، بناخد بروتين مع مصدر للطاقه، ولكن مصدر للطاقه مش سريع، وفي نفس الوقت البروتين يدينا احساس بالشبع. طب حلو قوي كده، احنا فهمنا الفريم ورك بتاع الاكل او فهمنا المبدا الاساسي، وفهمنا ازاي انظم الوجبه بتاعتي. لكن في الحقيقه مش كلنا زي بعض، وكل واحد احتياجات جسمه مختلفه عن التاني. كل واحد كمان على حسب هدفه بيبتدي احتياجاته من المكونات دي يختلف شويه. يعني لو واحد عاوز يخس، غير واحد عاوز يبني عضلات، غير واحد عاوز يحافظ على وزنه. علشان كده التفاصيل دي كلها هندخل فيها ونتكلم عنها بتعمق اكبر في الكورس الشامل بتاعنا. في الكورس بقى بنبتدي نعمل حساباتنا بشكل ادق، ونشوف جسمنا محتاج قد ايه كربوهيدرات، كام جرام بروتين، كام جرام من الالياف، وكام جرام من الدهون، ونبتدي نرتب سعراتنا الحراريه بحيث ان احنا نوصل لهدفنا، وفي نفس الوقت نفضل محافظين على طاقتنا. يعني هندخل للليفل اللي بعد كده كمان، هناخدها ستيب فيرذر ونتكلم بتعمق اكبر بناء على احتياجاتنا الشخصيه، مش بس كلام بشكل عام. والاضافه لكده كمان مع كورس بيكون فيه هدايا كتير قوي تساعدنا نوصل للهدف ده، وكمان تساعدنا ان احنا نفضل محافظين على الهدف. بمعنى هتلاقي فيه كتاب وصفات سريعه، وصفات ممكن نعملها في خلال 15 دقيقه بالظبط، كتاب وصفات مطوله، يعني في بقى وصفه غدا، وصفه فطار، وصفه عشاء، يعني الوصفات بتاعت الوجبه الكامله بقى، مش بس حاجه سريعه. بس عاوز حاجه سريعه في كتاب لده، عاوز تعمل وجبه كامله في كتاب لده برضه. كمان هتلاقي فيه تراكرز، يعني حاجات زي جداول كده تتابع بيها التقدم بتاعك. هتلاقي فيه مخططات تساعدك ان انت مثلا وانت نازل تشتري الجروسري بتاعتك، الخضار والحاجات دي، رايح السوبر ماركت تعرف انت المفروض تجيب ايه. بلانرز تبتدي ترتب وجباتك على خلال الاسبوع. حاجات كتير قوي مفيده هتساعدك زي ما قلنا ان انت توصل لهدفك، ومش بس كده تساعدك كمان ان انت تحافظ على الهدف ده. لينك الكورس الشامل موجود في الديسكربشن تحت. وهنا ممكن في ناس مننا تفكر، يا دكتور انت مكبر الموضوع ليه؟ ما كده كده لو بناكل بعدها بنتقل شويه نشرب فنجان قهوه بقى كله تمام. تعال نفهم اكتر ازاي القهوه والسكر كمان ممكن يدونا طاقه، ولكن مش بيدوها لنا وخلاص، ده هما بيسلفونا الطاقه دي وبفوائد كمان. وعلشان نفهم الجمله دي تعالوا نرجع كده خطوه ونفهم اصلا ازاي بنحس بالتعب. طول ما احنا صاحيين وطول ما احنا بنشتغل وبنتحرك، جسمنا بيبتدي يكسر حاجه اسمها ATP، وبينتج في الاخر خالص كده حاجه اسمها ادينوزين. الادينوزين ده مركب اللي بيروح يمسك في حاجه اسمها ريسبتور، يعني مستقبلات موجوده في العقل بتاعنا، في البرين بتاعنا، ويبتدي لما يمسك في المستقبلات بتاعته دي يدي اشارات ان احنا تعبانين. فكل ما الادينوزين كان موجود كتير في الدم، كل ما هيمسك في المستقبلات بتاعته اكتر، كل ما هيدينا احساس اكتر بالتعب، وبالتالي الجسم بيرد ازاي؟ ان هو يبتدي يقعد ويريح. فده ميكانيزم ربنا خلقه لنا علشان يحمينا من الارهاق الزائد او المجهود الزياده قوي. لما نحس شويه تعب كده نريح، فده يحافظ على جسمنا. زي العربيه لما بيبقى فيها مؤشرات تقول لك العربيه سخنه مثلا، او الزيت قل، المؤشرات دي كلها بتدي لك انذارات علشان تخلي بالك وتحافظ على العربيه. ربنا خلق لنا الانذارات دي علشان نخلي بالنا ونحافظ على جسمنا. طيب هل دي حاجه وحشه؟ في الحقيقه لا. طيب القهوه بقى بتعمل ايه في القصه دي؟ القهوه بتروح على المستقبلات بتاعه الادينوزين وتقفلها. فالادينوزين يجي يحاول يمسك في المستقبل بتاعه، في الريسبتور بتاعه، يلاقيه مقفول، بلوكد، وبالتالي ما يعرفش يمسك في المستقبل، ما يعرفش يمسك في الريسبتور، ما يعرفش يطلع اشاره ان احنا تعبانين. فده اللي بيخلي القهوه تدينا احساس بالطاقه، من خلال ان هي بتبلوك، بتقفل المستقبلات بتاعه الادينوزين. طب ايه اللي هيحصل؟ ما ده حاجه كويسه اهو، مش حاسين بالتعب. في الحقيقه جسمنا مكمل في ان هو ينتج الادينوزين طول ما احنا شغالين، طول ما جسمنا بيتحرك وشغال
بينتج ادينوزين، بس المستقبلات بتاعته مقفوله. بعد شويه بقى القهوه دي اللي قافله الريسبتورز، اللي عامله بلوكج للريسبتور، قافله المستقبلات دي، هتتكسر. او بالتحديد بقى مش القهوه، هي جواها ماده فعاله اسمها كافيين، فالكافيين هو اللي قافل الريسبتورز دي. لما يتكسر الريسبتور بقى مكشوف، مين هيجي يمسك فيه؟ الادينوزين اللي كان عمال يتراكم طول اليوم. فدلوقتي مش عندنا 10 موليكيولز او 10 جزيئات من الادينوزين ولا 20 ولا 100، ده طول اليوم عمال يتراكم. فلما القهوه مفعولها هيروح، كل الادينوزين ده هيروح يمسك في الريسبتورز بتاعته، في المستقبلات بتاعته، فندخل في الكراش اللي سببها ان الادينوزين كان عمال يتراكم طول الوقت. فعلشان كده بنقول ان القهوه مش بتدينا طاقه من عندها، هي سلفتنا طاقه لشويه وقت، ولكن لما مفعولها انتهى حصل الكراش. ولكن المره دي سبب الكراش ايه؟ ان الادينوزين اللي عمال يتراكم بكميات كبيره دلوقتي راح ماسك في الريسبتورز بتاعته، فده اللي بنسميه افترنون كراش، اللي هو الخمول اللي بيبتدي يحصل لما مفعول القهوه يروح. وكمان مش بس كده، ده لو بصينا هنلاقي ان الجسم بتاعنا ذكي. ذكي ازاي؟ هو باصص وشايف وبيتابع ان الريسبتورز الموجوده دلوقتي مش عارفه تقوم بشغلها. ليه مش عارفه تقوم بشغلها؟ لان كان عندي ريسبتور هيمسك فيه ادينوزين، دلوقتي الريسبتور ده مقفول بالكافيين فمش عارف يعمل شغله، فالجسم يروح مصنع ريسبتور تاني، فبقى عندي 2 ريسبتورز. بس المشكله ان الكافيين الموجود ده مش موجود طول الوقت، فلما هيكسر بقى عندي 2 ريسبتورز. فالمره الجايه لما اجي اشرب قهوه انا عاوز اقفل الاتنين ريسبتورز دول مش واحد، فبدل ما اشرب فنجان هلاقي ان انا محتاج اشرب 2 عشان اقفل الاتنين دول. طب بعد شويه الجسم صنع واحد تالت، فلان انا بدل ما انا محتاج اشرب فنجانين محتاج اشرب 3، وهكذا. بدخل في حاجه اسمها ديبندنس، اعتماد كلي على القهوه، ان انا ما بقتش عارف افوق من غير القهوه. بعد ما كان فنجان قهوه بيفوقني، بقى فنجان قهوه يا دوب يخليني عارف افتح عيني، بقى فنجان قهوه ما بيعملش حاجه. بقيت بشرب القهوه بعد كده ادخل انام. ليه؟ لان الريسبتورز عددها زاد قوي، فما بقتش قادره كمان تقفل كل الريسبتورز دي، وفي نفس الوقت الادينوزين عمال يطلع. يعني علشان اختصر القصه دي كلها، القهوه والسكر بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عنها قبل كده مش بيدونا طاقه، دول مش حلول للمشكله، ده بنداوي اعراض المشكله من غير ما نحل المشكله نفسها. طب نعمل ايه بقى؟ ازاي نكسر دايره القهوه والسكر دي؟ اول حاجه ابدا بالاكل الصح. لما تاخد بنزين صح ده هيديلك طاقه لفترات طويله بطريقه صحيه، مش هتلاقي ان انت محتاج كل شويه تشرب قهوه عشان تفوق. بالعكس، انت لو ظبطت اكلك لان انت نشيط وفايق فمش محتاج قهوه بنفس الكميات. تاني حاجه نام كويس، وعلشان تنام كويس ما تشربش قهوه متاخر. ليه؟ لان زي ما اتفقنا الكافيين بيفضل موجود لفتره من الوقت وبعد كده بيتكسر، فلما بنشرب قهوه في وقت متاخر مش بنعرف ننام. فلو ما نمناش كفايه بالليل او نومنا ما كانش بكواليتي عاليه، بجوده كويسه، يعني جوده النوم بتاعتنا وحشه، هتيجي تاني يوم تلاقي ان انت نعسان وهمدان، فتحتاج تشرب قهوه اكتر، فما تعرفش تنام اكتر، فتحتاج تشرب قهوه اكتر، فما تعرفش تنام اكتر، وهكذا نفضل في لوب او في سايكل او في دايره. فمن الاول ما تشربش قهوه متاخر، بحيث ان القهوه بتفضل في الدم تقريبا 6 ل 8 ساعات. يبقى انت لو عاوز تنام الساعه 10 اخر فنجان قهوه ما ينفعش يعدي الساعه 4، لو عاوز تنام الساعه 12 اخر فنجان قهوه ما ينفعش يعدي الساعه 6. فاشرب قهوه بس ما تشربش قهوه متاخر. تالت حاجه ما تبداش يومك بالسكريات، لان السكريات زي ما قلنا هتدينا رش او هتدينا سكر كتير مره واحده، بس بعد كده بندخل في كراش. فلما ندخل في كراش هتلاقي ان انت محتاج سكر تاني، فده يخلي لك السكر يعلى، بس بعد شويه ترجع تاني لكراش، تحتاج سكر تاني، تدخل في سبايك، ترجع تاني لكراش. ابدأ يومك زي ما اتفقنا بالفطار المناسب اللي احنا قلنا عليه وفيه بروتين كافي علشان يدينا احساس بالشبع لفتره طويله. رابع حاجه، القهوه حاجه حلوه، خلينا صراحه مع بعض، وبنحب نشربها، بتبقى حاجه لذيذه كده ان احنا نقعد نشرب فنجان قهوه، ويا سلام بقى لو كمان خارجين وبنشرب قهوه مع اصحابنا او مع حبايبنا. فالقهوه حاجه حلوه، مش هقولك امنع قهوه خالص، وان كان في ناس بتعمل كده وبتكت كافيين بتمنع قهوه خالص، بس على الاقل اشربها علشان تنبسط بيها. اشربها ان هي مشروب يكمل طاقتك، مش هي مصدر للطاقه. اشربها ان هي حاجه حلوه بتحبها، مش ان هي اعتماد طاقه كلي. مش دي البنزين بتاعنا، احنا فهمنا البنزين بتاعنا وفهمنا الاكل بتاعنا، دي حاجه بتكمل بقى. لو ثبتنا المفهوم ده في دماغنا نظرتنا للقهوه واعتمادنا عليها يختلف تماما. كده احنا فهمنا الاكل ومكوناته وازاي ننظم الوجبه بتاعتنا، وفهمنا كمان تاثير القهوه علينا. في بقى 3 حاجات، 3 مفاتيح بسيطه واساسيه كده برضو بتاثر على الطاقه بتاعتنا. ال3 مفاتيح او 3 ليفرز دول هم الماء، التوقيت، والنوم. الميه، وامتى بناكل وازاي نوزع الاكل بتاعنا خلال اليوم، والنوم. تعالوا كده نمسك اول حاجه، الميه. في اوقات كتيره ممكن نحس ان احنا تعبانين وهمدانين، فنفتكر ان طاقتنا قليله فنروح نشرب قهوه، ولكن في الحقيقه قبل ما تشرب قهوه
شوف كده انت شربت ميه كفايه ليه؟ لان حتى لو نسب جفاف قليله قوي، الديهايدريشن ولو بدرجات قليله قوي ممكن ياثر على تركيزنا، ممكن يخلينا نحس بالتعب، ممكن يدينا احساس بالصداع، ابقى مصدع. فالجفاف بيعمل الحاجات دي. فقبل ما تفكر تشرب قهوه اشرب ميه الاول، واشرب ميه كفايه خلال اليوم. وطبعا في الصيف بنحتاج نشرب ميه اكتر من الشتاء. تاني حاجه التوقيت، وهنا قصدي بالتوقيت هو توقيت الوجبات، بمعنى ما تخليش ان الوجبه بتاعتك بنفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، بس هي صينيه قد كده وانت مقسمها نص وربع وربع بس، خلاص يا سلام اهو نفس الكلام اللي الدكتور قال عليه. لا، هي الفكره ان انت توزع الوجبه دي او توزع احتياجاتك خلال اليوم، بحيث ان انت تاخد احتياجاتك في صوره small frequent meals، وجبات صغيره متزنه خلال اليوم. يعني ما تجيش مثلا طول اليوم انت مش بتاكل وتيجي بالليل تاكل وجبه كبيره قوي، فتلاقي ان انت بعدها تقلت قوي، وتلاقي ان انت مش عارف تنام حتى، فنومك ما بقاش كويس. وده ياخدنا النقطه اللي بعد كده، النوم. النوم مهم جدا جدا جدا، لان انت لو بتنام قليل، دراسات كتير بتقول ان النوم احنا بنحتاج تقريبا يعني افريج 8 ساعات. لما بننام قليل الهرمونز بتاعتنا بتبتدي تاثر وتبتدي ترد على ده، ويبتدي يطلع حاجه اسمها ستريس هرمونز تزود من احتياجاتنا للسكر، فتلاقي ان انت بتكريف الشوجر، بتدور على السكريات، لان انت بتدور على مصدر سريع للطاقه. بس زي ما اتفقنا السكر ده هيدخلك في سبايك بعد كده كراش. عشان كده اول ما بدانا قلنا المفهوم ده مهم جدا جدا وهيفرق معانا في الكورس كله. طيب ايه الحل؟ تعالى نغطها من ورا لقدام، نعمل حاجه اسمها ريفرس انجينيرنج. هو انا اكلت مثلا وجبه مش كويسه، او اكلت مره واحده صينيه كبيره بالليل، معرفتش انام، صحيت تاني يوم لقيت ان انا نومي ملخبط، فانا بدور على سكريات تديني طاقه، بدور على قهوه كتير علشان تديني طاقه. طب اعكس بقى الكلام ده، تعالى ناكل وجبه متزنه فما تاثرش على النوم بتاعنا، وفهمنا ان القهوه ما ينفعش تبقى بعد 6 ل 8 ساعات قبل النوم. فلما ناكل كويس هنعرف ننام كويس، لما ناخد كفايتنا من النوم هنصحى تاني يوم فايقين، مش محتاجين ان احنا ندور على سكريات تدينا طاقة، ولا ان احنا نشرب قهوة كتير، فلان طاقتنا مستمرة طول اليوم. وهكذا كده احنا صلحنا الدايرة كاملة. هي دايرة من كذا جزء، لما نصلح كل جزء فيها تلاقي ان الدايرة دي او المكنة بقى طلعت قماش واشتغلت كويس. ظبطنا دايرتنا، فهمنا الاكل بتاعنا، فهمنا القهوة، فهمنا السكر، فهمنا كمان المية والنوم وازاي نوزع الوجبات بتاعتنا خلال اليوم. يجي هنا حاجة مهمة قوي، وهي السبلمنتس، المكملات الغذائية. المكملات الغذائية هتلاقي ان هي دايما بتتبع لنا، بتبقى بتتعرض قدامنا في صورة ان هي دي اللي انت محتاجها. بص خد السبلمنت ده وانت هتبقى في حتة تانية. بص انت السبلمنت ده لو اخدته، المكمل ده لو اخدته، طاقتك هتبقى يعطيك جوانح. طب يا عم تعالى نفهم وندردش كده مع بعض، ايه هي اصلا السبلمنتس دي وامتى انا بكون محتاجها؟ السبلمنتس من اسمها سبلمنتس، مكملات، هي حاجة بتكمل، هي مش شورت كات. في الحقيقة معظم السبلمنتس اللي بتديك طاقة ما هي إلا، معظم المكملات اللي بتدينا طاقة ما هي إلا كافيين ومعاها سكر، فتدينا الرش أو الطاقة مرة واحدة، زي اللي احنا اتكلمنا عنها، القرض اللي اتكلمنا عنه في تشابتر 4. تدي لك طاقة ولكن هترجع تاخدها منك بعد شوية، وهتاخدها بفوائد. طيب امال ايه مصدر الطاقة الحقيقي؟ زي ما اتكلمنا ان انت يكون عندك غذاء متوازن او نظام غذائي متوازن بالتفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها في الكورس كلها، ان انت تكون بتنام كويس، ان انت تكون بتشرب ميه كويس، ان انت تكون بتوزع وجباتك بشكل كويس. كل الحاجات دي كلام يعني البيزكس اللي احنا اتكلمنا عنها في خلال الفيديو ده، هي دي اللي فعلا بتدي لك طاقة، هي دي اللي فعلا لو انت مشيت عليها هتلاقي ان انت غالبا مش محتاج سبلمنتس، غالبا مش محتاج مكملات. المكملات زي ما اتفقنا هي اندستري، هي صناعة، ودي مش حاجة وحشة، وفي ناس بتبقى محتاجة فعلا مكملات. ولكن هل كل الناس محتاجة المكملات الغذائية؟ هل كل الناس محتاجة supplements؟ في الحقيقة لا. امال امتى طيب اكون محتاج supplements؟ لما الحاجات دي اكون عملتها، لما اكون عملت البيزكس ولسه محتاج. يعني مثلا انا ماشي على دايت كويس، بنام كويس، بشرب ميه كويس، بوزع وجباتي، ولكن لسه عندي نقص في فيتامين دي، فيتامين د مثلا، وقتها محتاج supplement، محتاج مكمل غذائي يديني فيتامين دي ده. وقتها ممكن اكون محتاج سبلمنت معين، يعني انا بحتاج المكملات علشان تكمل الغذاء بتاعي مش علشان تستبدله، بحتاجها لما يكون في نقص لعنصر غذائي معين حتى بعد ما انا ماشي على دايت صحي. وده بكتشفه اكتر او بعرفه اكتر من خلال تحاليل ومن خلال متابعة مع دكتور، او من خلال ان انا عامل حساباتي زي ما اتكلمنا في الكورس الشامل، وعرفت مثلا ان انا محتاج ولنفترض 150 جرام بروتين. انا الدايت بتاعي ماشي بدايت هيلثي، بس مش قادر اخد اكتر مثلا من 120 او 100 جرام بروتين، فناقصني 30 او 50 جرام بروتين، ابتدي اخد مكمل غذائي، ابتدي اخد وي بروتين. واللي بالمناسبة في موديول كامل في الكورس بتاعنا بنتكلم فيه عن كل المكملات الغذائية، بنفهم انواعها، بنفهم امتى انا اكون محتاجها، بنفهم كمان ازاي اشتريها،
وهيكون معاك supplement guide، يعني دليل شامل فيه كل التفاصيل دي كمان مكتوبة، ومعاك تشيك ليست قائمة بالحاجات اللي تدور عليها وانت بتشتري مكملات غذائية. فالموديول ده هيفهمك كل التفاصيل عن المكملات الغذائية علشان ما تبقاش بتشتري شورت كات، بتشتري طريق مختصر في حين ان الحاجة دي انت اصلا مش محتاجها. طيب حلو قوي كده، احنا فهمنا البيزكس كلها وعرفنا كمان السبلمنتس وامتى بنحتاجها. فلو انت مكمل لحد هنا احب اشكرك جدا جدا، لان ده معناه ان انت فعلا واخد الموضوع بجد وعاوز تعمل تغيير في حياتك وتغير نظام الغذائي بتاعك. فعلشان كده لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش كمان تكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة اتفاجئت لما عرفتها، او ايه اكتر حاجة استفدت منها في الفيديو ده. فدلوقتي بقى خلونا نكمل ونتكلم عن، احنا دلوقتي اتعلمنا حاجات كتير، ازاي نخليها نمط حياة، ازاي نحافظ عليها تبقى اسلوب حياتنا مش بس دايت جربته يومين 3 وباظ. فده ياخدنا لاول حاجه وهي الاستمراريه اهم من المثاليه، ان انا اعمل سمول ستيبس ولكن بشكل فريكوينت افضل مكمل عليها. ده اهم بكتير جدا من ان انا اقعد ارتب وانظم في دايت مثالي واقعد ارتب فيه اسبوع وفي الاخر امشي عليه يومين 3 ويبوظ. الكونسيستنسي، الاستمراريه اهم بكتير جدا من المثاليه. تاني حاجه خلي الاختيار سهل. بمعنى ايه؟ بمعنى ما تحطش لنفسك زنقه انا هاكل ايه دلوقتي، فتلاقي ان انت جعان ومفيش اكل فتبتدي تطلب اكل، والاكل اللي هيجي غالبا مش هيبقى صحي. خلي دايما الاختيار السهل هو الاختيار الصحي. وهنا يجي كونسبت مهم قوي اسمه ميل بريب، التجهيز المسبق للوجبات، وده برضو اتكلمنا عنه بالتفصيل في الكورس الشامل بتاعنا. بعد كده تالت حاجه تساعدني ان انا اخلي النظام الغذائي الصحي ده جزء من حياتي واسلوب حياه هو تابع تقدم باستمرار، ان انا تراك البروجرس بتاعي. ده هيفرق معايا في ايه؟ ان انا لما بشوف ان انا بعمل بروجرس فعلا، ان انا بأحرز تقدم فعلا، ده بيديني حماس، بيشجعني اكتر، بيحفزني اكتر ان انا افضل مكمل في الطريق ده، بعكس ان انا مبقاش شايف اي تقدم وبالتالي مش هحس بالحماس وبالتحفيز ان انا عاوز اكمل. فدايما تابع التقدم بتاعك حتى لو حاجات بسيطة، ولكن هتحس بالفرق ده وهتدي لك الحماس والبوش ان انت تكمل. من تقريبا ساعة كانت التريحة بتاعت بعد الظهر دي سر، ما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل. الافتر نون كراش كانت ميستري بالنسبه لنا. دلوقتي احنا فاهمين كل حاجه، يعتبر فاهمين ازاي الخمول ده بيجي وايه سببه وتاثير السكر عليه. فهمنا كمان ازاي نحضر وجبه صحيه متوازنه بتحتوي على كل المكونات الغذائيه. عرفنا تاثير القهوه والسكر وازاي هما بيدونا قرض بالطاقه، بيسلفونا فلوس ولكن بيرجعوا ياخدوها وبفوائد كمان. بعد كده عرفنا كمان تاثير الميه، توزيع الوجبات وتوقيت الوجبات، ودور النوم، وان الحاجات دي مش كماليات، دي منظومة واحدة بتشتغل مع بعض. وبعد كده كمان اتكلمنا عن المكملات الغذائية وعرفنا ان احنا مش محتاجين نضيع فلوسنا في مكملات غذائية، محتاجين نفهمها الاول. كده احنا اتعلمنا وعرفنا السبب والمفروض نعمل ايه. عرفنا السبب ليه ممكن تكون طاقتنا بتبقى قليلة او ليه تعبانين، والمفروض نعمل ايه. الخطوة اللي جاية اللي هنبقى محتاجينها هي ازاي نعمل كده، وازاي نكستمايز الفكرة دي علشان تبقى مناسبة ليا، لان زي ما اتفقنا ان كل واحد فينا احتياجاته مختلفة عن التاني، بناء على الكتلة العضلية، بناء على مستوى نشاط، بناء على الهدف اللي عاوز يوصل له. فازاي بقى نطبق الكلام ده عملي عليا بحيث ان انا اوصل ووافي جسمي احتياجاته. ده اللي هنتكلم عنه بقى بتفاصيل اكتر في الكورس الشامل. في الكورس الشامل زي ما اتفقنا هناخدها ستيب فيرذر، هنروح كمان خطوة ونتعلم ازاي اطبق الكلام ده بالطريقة اللي تناسبني انا. فتلاقي في الكورس تفاصيل اكتر، هتلاقي في الكورس ازاي تعرف تعمل خطتك الغذائية بنفسك، هتلاقي في الكورس برنامج 14 يوم كده تترانسفورم تحول بيهم طاقتك، هتلاقي في الكورس كمان كتاب الوصفات اللي اتفقنا عليه، وصفات سريعة ووصفات طويلة وكاملة، هتلاقي جداول، هتلاقي بلانرز، هتلاقي ادوات تتابع بيها البروجرس بتاعك. يعني هتلاقي كل التولز اللي انت محتاجها علشان توصل لهدفك وتفضل محافظ على الهدف ده. كمان هتلاقي في اوفر قوي جدا الفترة دي، 75% اوف من سعر الكورس، وده الهدف منه ان انا عاوز اكسر الحاجز. ما يبقاش مثلا سعر الكورس هو الحاجز بينك وبين ان انت فعلا تستفيد من المعلومات الموجودة فيه، فعلا تحول حياتك وتحول طاقتك ونشاطك بالكلام اللي انت هتتعلمه اكتر كمان في الكورس ده. كورس مهم جدا، والتغذية مهمة جدا جدا جدا، مش رفاهية صدقوني، مش حاجة زيادة. ان اهتمامك بجسمك ده بيأثر على حياتك، اهتمامك بجسمك هيأثر على تركيزك، هيأثر على شغلك، هيأثر على مودك، هيأثر على كل حاجة. يعني تخيلوا كده لما حد بيبقى معاه عربية بيحبها بيهتم بيها وبيقعد ينظفها ويغسلها ويركب لها احسن اكسسوارز، ما بالك بقى بجسمك، اهتم بيه يهتم بيك
وتغير حياتك كلها. وعلشان كده كمان هتلاقوا في الديسكريبشن تحت لينك لهديه مجانيه تماما، انرجي تشيت شيت. ده عباره عن دليل طاقه مختصر في الزتونه بتاعه الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الكورس النهارده. تقدروا تعملوا له داونلود كمان. مستنيكم في الكورس الشامل نعرف تفاصيل اكتر ونتعلم اكتر ونغير نظرتنا عن الاكل تماما، واللي هيترتب عليه نغير حياتنا كمان.